وما شهيتكم في هاد البريوات اللي تيجيو اقتصاديين وبنانين، بريوات بالبطاطا وبالكفته، كيجيو غزالين وبنانين. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه. غادي نحتاجو في هاد الوصفه 2 بطاطات يكونوا في حجم متوسط، كتسلقوهم مع شويه ديال الملحه. من بعد ما كطيب كتصفيو البطاطا، كديروها على جنب وكدوزو تشحروا شويه ديال الكفته مع البصيله، ولا لما ما كنتوش كتعجبكم البصله كتشحروا غير الكفته مع شويه ديال العطريه اللي شويه ديال التحميره والبزار والثومه. من بعد كتزيدوا المعدنوس خضر، وكتجمعوا هاد العناصر وكتزيدوا الفرماج الاحمر محكوك ولا اي نوع ديال الفرماج عندكم كتزيدوه. من بعد كتخلطوا هاد الشيء هذا كامل حتى كينسجم هذاك الخليط، كينسجم وكيتجمع لكم. ومن بعد غادي ندوز للدريساج ديال البريوات ديالي اللي غادي نطيبهم في الفران. هنا كناخذ ورقه ديال البسطيله، انا كنستعمل هاد الورقه هذه بعض المرات، ولكن الاكثر كنستعمل وحده دابا نبارطاجيها معكم، كتجي زوينه ومقرمله وما كتجيش لويه. كنقسم الورقه على 2 وكندهنها بالزبده والزيت باش كتعطيني داك القرمشه. ما كندهنهاش غير بالزبده، كندهنها بالزيت والزبده مخلطه. هنا غادي ندير معكم واحد البريوه. المهم كلشي تيعرف يدير طريقه ديال الطي نتاع البريوات. انا كنديرها على هذا الشكل هذا، كنحاول الورقه ديال البسطيله نقسمها على 2 باش كتجيني داك البريوه كبيره شي شويه، وفي نفس الوقت كتجي مقاده. هنا بعد ما ساليت بالطي ديال البريوات ديالي غادي نديرهم في الفران على درجه الحراره 200 درجه. ما يكونش الفران مجهد بزاف، وما غاديش ندهنهم حيت ديجا دهنتهم، وغادي ندخلهم يطيبوا على خاطرهم وبالصحه والراحه. هذه هي النتيجه، كنتمنى تجربوهم.